توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة. السلام عليكم، واش راكم حبيباتي يا غاليات؟ توحشتكم بزاف بزاف. بديت لكم الفيديو نتاعي بهذا الشوكولا، ان شاء الله ربي يحليمكم ويجعلها ديما يا ربي حلوه. اليوم راح نشارك معكم طريقه الكبده مشرمله خطوه بخطوه، خليكم معايا للاخر. الوصفة هذه بزاف سهلة وبنينة، ونقول لكم السر اللي يخليها طرية وما تنشفش معاكم. على بالي بلي بزاف فيكم تنشف لهم الكبدة، انا نقول لكم السر. اول حاجة نبداو بها ان نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اولا حبيباتي درت الزبدة كما العادة، شتوني نخدم بنينة مازالها يعني عندي ما كملتش. درت شويه زيت ومن بعد نحمص الثوم، درت فص الثوم ولا زوج يعني على حساب الكميه اللي عندكم تاع الكبده. نقلي هذاك الثوم مليح مليح مع ديك الزبده، ومن بعد نزيد لها طوماطيش. كما تعرفوا الثومه الكبده تحب الطوماطيش، يعني طوماط كونسونطري ولا طوماطيش تكونوا ترحيوها ولا توجدوها مقبل ولا هذيك اللي تكون واجده يعني. المهم الكبده تحب الثوم والطوماطيش. يعني المرة هذه شاركتكم وصفة كل المكونات عندكم صح. أنا درت هذا الطوماطيش ودرت واحدة أخرى، أنتم تقدروا ديروا غير طوماطيش تاع الحبة تخدموها الصوص. أنا عندي يعني فيديوهات في القناة على صوص طوماط، وغادي نشارككم واحد الطريقة شفتها عند واحد الأخت يعني مصرية، صراحة عجبتني. والطوماطيش تاعكم تجي زاكية ما تجيش مربية. إن شاء الله قبل رمضان نشاركها معكم. كما تعرفوا راني ثقيلة، راني شوية مع الخدمة وكامل، الله غالب يعذروني حبيباتي. كما شفتوني درت الكبده هذيك. السر تاع الكبده تاعكم واش ديروا لها، تقطعوها طوليا بشكل طولي، تغسلوها تخلوها تنشف مليح، ومن بعد تخلوها وحدها مع ديك لاصوص طوماط تكتك واحد 2 دقائق، ما تخلطوا فيها ما تخربوا فيها ما والو. من بعد ديروا لها البصله. انا نفضل البصله كيما هكا، رقوها شويه نتوما اذا كان عندكم الوقت، ديروها شويه رقيقه، سينو كيما هكا تذوب معكم ما غاديش تدي معكم الوقت. انا درتها هكا هي شرائح جات شابه. كان عندي شويه طرشي مخبي يعني من ذاك ديالتو الزايدين نخبيها في الكونجيلاتور. كنت جبتها طوماط عفوا فلفل اخضر واحمر، ودرت كما شفتوني فلفل قناوه، ودرت لها الملح وتابل الكبده. اذا حبيتوا ماكلتكم ما تجيكم شابه، شرو توابل كل ماكله والتابل تاعها. غادي نشارككم ان شاء الله هذه الايامات كي نروح نشري التوابل نشارككم واش غادي نشري، فهمتوني؟ تابل الكبده يغنيكم كامل على التوابل صدقوني. وبيان سور الكمون وشويه راس الحانوت، تقدروا تستغنوا على راس الحانوت لانه تابل الكبده فيه كلش. ومن بعد مرقوا بالماء سخون حبيباتي، وما تخلطوش بزاف ديك الكبده باش ما تفتتلكمش وما تذوبلكمش. تاكدوا بلي غادي تبقى كيما راها، كيما تحطوها كيما تبقى وما تنشفش. الحاجه الشابه اللي فيها انه ما تنشفش. نزيدكم السر في لابيوري، انا كي نخدمها تجيني لاموس وما تنشفش معايا. واش ندير؟ نقطع البطاطا، نقطعها مربعات. شوفوا هما في الاصلي لابيوري في الصح يعني تفوروها، فهمتوني؟ لكن ما تحبش تفورها كامل، ديروها تغلي. البطاطا هذيك ما تقولهاش الماء، عبر ما تتغطى لكم البطاطا ديروا الملح وديروا فص الثوم. كاين اللي يدير فلفل كحل كي ما يحبش يدير. شوفوا لي البنات هذاك اللون، واش نحكي لكم على هذيك الريحه اللي تطلع هكذا. الوصفه تاعنا راهي واجده، شوفوا لي طابت بنينه وسهله التحضير، يعني ما غاديش تعبكم في الخدمه تاعها. والمكونات عندكم كامل. هنا يجي الشيف تاعي يذوق معاكم قال لي نسيت نحيت هذاك الصوت نتاعو. شوفوا لي ما نشفتش، بقات محافظه على لاصوص وجات بزاف بزاف بنينه. ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي في التعليقات، واللي عندها لمسه واحده اخرى تخلينا. حتى البنات اذا حبيتوا تجمدوها، يعني اللي يشرو بزاف دجاج ويخبيوه كامل، حبيتوا تجمدوها نعطيكم السر تاع التجميد تاعها.
وكي تجبدوها طيبوها ما تفتتلكمش، فهمتوني. اذا حبيتوا تاني هذه الوصفه انا رافقتها مع لابيري، تقدروا ترافقوها مع الرز ولا مع ديجا راني شاركتكم الوصفه تاع الرز بالشعريه، تجيكم روعه، ولا لي فخيت يعني كما تحبوا نتوما. دوكا البنات نروحوا لفقره واحده اخرى اللي هي البارفانات اللي راني نستعملهم هذه الفتره. عندي بزاف يعني كيما هذا البارفان خفيف، ريحته شابه بزاف ومنعشه، نفضلو هكا من ذاك للنهار ما يثقلش يعني ما يبانش بزاف. اما هذا ريحته بزاف قويه، بزاف ريحته قويه، نحبو دوم الريحه تاعو، نفضلو هكا المناسبات وكامل. اما هذا شويه يعني متوسطه الريحه تاعو، يعني كل وحده والذوق تاعها حبيباتي، يعني نتوما كل وحده وذوقها. كيما هذا البارفان هذا انا يعجبني، بنتي ما عجبهاش، فهمتوني. ريحته ثاني قويه ويبقى ومليح للمناسبات كي تكون عندك عرس ولا عفسه يبقى. كيما هذوما تاع الصيف، هذوما كنت نخدم بهم في الصيف، نديرهم بزاف صراحه. انا ما نديرهمش بزاف في الخرجه الا اذا كنت بالطوموبيل ولا رايحه هكا المناسبه عرس قهوه ولا عفسه ندير. يعني عندي مجموعه يعني محترمه محترمه، لانه في لي زانيفرسير ولا مناسبات ولا عفسه هكا يجيب لي الزوج ويشروا لي الولاد، من ذاك يجوا من عند الحباب دي كادو، ان شاء الله يكثر خيرها. حبيت نبدل لكم شويه، نخرجكم من الروتين تاع الطياب والكوزينه وكامل، نديكم شويه نشارككم هكا بارفانات، مكياج اللي نخدم اللي نستعملها يعني تاع يوميا. انا ما عنديش المكياج، ولكن من ذاك عندي اللي نخدم بهم كانت واحد الفتره نخدم غير كان عندي هذاك الكحول ما عرفت كيفاش والماجيك. ايوا من بعد غير بشويه الواحد بدا يتبدل ويبدا يتحلب بدينا نعرفوا شويه. صراحه انا كاين وحدين البنات في التيك توك نتبعهم، يعني عندهم طريقه تقديم ممتازه ويعلموا، يعني تولي تعرفي بالسيف عليك، فهمتوني. في خصوص لي بارفان عندي بزاف، يعني من ذاك الزوج يجيبهم لي من الخارج، من ذاك يجيبوهم له كامل يعطيهم لي. اما هذه جابها لي الاف يقرا عندي، كان عندي العام اللي فات، هذا العام واش يقرا عندي جابها لي، يكثر خيره بزاف شابه، وليت اعتمدتها بزاف صراحه. جايه خفيفه، ريحتها خفيفه وناعمه، يعني ديروها ما ثقلكم، ما تبانش بلي شغل تحسوا ريحه لي بيبي راهي فيكم. بزاف عجبتني هذا البارفان صراحه، ريحتها تهبل. المهم يا غاليات، كل بارفان وعنده يعني حكاية، كل بارفان خاص يعني بمناسبات، كل بارفان خاص يعني يرمز لي انا، يعني كشغل كي ندير منه تفكر يعني المناسبة اللي جاني فيها وهكذا. حبيباتي اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك، اشتراككم يشرفني بزاف. قولوا لي في التعليقات تحبوا روتينات طبخ ولا هكا مكياج ولا خرجة ولا فلوقات، يعني خلوا لي في التعليقات كل وحدة واش تفضل. موسيقى هذه راني نديرها نخليها نحيها، خبروني برك حبيباتي. اكيد البنات راني راح ننظم وقتي ان شاء الله باش نكون معكم على الاقل مرتين في الاسبوع. حاليا ان شاء الله ربي يوفقكم مع وليداتكم اللي عندهم الفروض وكامل. السيده اللي قالت لي بنتي استاذه عاونيني كيفاش نتعاملوا معها، كيفاش توفق بين خدمتها والدار، اكيد حبيبتي غادي ندير فيديو في اقرب وقت ونشارك معكم بعض تجهيزات رمضان، لانه ما صراحه ما بقاش الوقت وما عندناش وقت باش نجهزوه كامل. حبيباتي تهلاو لي في روحكم، وجمعة مباركة إن شاء الله. مع السلامة.